السلام عليكم حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي. بعتذر عن تأخير اليومين دول في تنزيل الحلقات. النت عندنا فيه مشكلة وكل شوية يقطعوه، فما تزعلوش مني والله غصب عني. وحابة اشكر حبايب قلبي اللي كتبولي احلى كلام الحلقة اللي فاتت، ودي كومنتاتهم الجامدة زيهم. وكمان حبايب قلبي اللي فرحوني بأحلى لايكات وشير كتير للفيديو وكومنتس كمان، وهم أصحاب حرف الآر. فيلا، فين ملوك وملكات حرف الآر؟ يلا بسرعة اثبتوا وجودكم، وانتوا كمان كتروا من الشير واللايكات علشان نختار أول حرف من اسمكم الحلقة الجاية. أما بقى حبايب قلبي اللي طلبوا اسمهم ينزل الحلقة دي، يلا بينا. يلا قبل ما نبدأ الحلقة ال14 من رواية غزالة فك الضبع، يلا نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يلا بينا نبدأ. العربية دارت وكانت هتتقلب، وشاهر سيطر عليها بأعجوبة ونزلت في منحدر أو وادي شبه الغابات. شاهر طلع من العربية بتعب وجري ناحية غزال وفتح لها الباب بالعافية لأنه اتحشر وسط الصخور. غزال نزلت بتعب وقالت ايه اللي حصل، وكانت دماغها نزفت بس بسيط. شاهر شاف الدم على حاجبها واتخض وقال غزال انت كويسة؟ انت مجروحة. غزال ضحكت بألم وقالت بقى الخربشة دي بتسميها جرح؟ ما تقلقش انا بخير. بس قبل ما تكمل اتفاجئوا جامد لما انضرب عليهم نار وطلقات الرصاص كانت كتير. شاعر شد غزال واستخبى ورا العربية ومد ايده في التابلو، وبالعافية لقى السلاح بتاعه اللي بيسيبه في العربية للحماية. شاعر شد اجزاء السلاح ولسه هيضرب، غزال مسكت ايده وقالت بخوف انت هتعمل ايه؟ مين دول؟ شاعر قال بسرعة ما تخافيش، احتمال يكونوا قطاع طرق. غزال قال بخوف طب خلينا نكلمهم نعرف نيتهم، ولو عايزين فلوس نديهم. شاهر قال بغضب وتريقة ولو كانوا قاصدين يقتلونا نسيبهم يموتونا وهنبقى عرفنا نيتهم مش كده؟ غزال لسه هتقنعه، ضرب النار زاد وجت طلقه في ازاز العربيه وعملت صوت رهيب وغزال صرخت برعب. شاهر بقى هو كمان يضرب عليهم نار واتبادلوا الطلقات وكان الوضع يقلق. وفي القصر الكل وصلوا وكانوا بيشربوا قهوه في الصالون، وراشد بص في الساعه وقال ايه الحكايه؟ بقالنا ربع ساعه واصلين، ليه شاهر لسه مرجعش؟ منذر قال بلا مبالاه تلاقيهم مايلوا على تلاجة قصب يشربوا لهم كوبايتين ولا حاجه بما انهم لوحدهم. شاهر قال بذهول قصب؟ ده مفهومك عن اتنين متجوزين وطالعين لوحدهم؟ اسكت يا منذر اسكت ربنا يهديك. الكل ضحك ومنذر قال بغيظ انا قلت ايه ضحك؟ يعني هو القصب وحش؟ والله انتوا ما عارفين حاجه. سهام ضحكت وقالت لا طبعا يا حبيبي، مين قال القصب وحش؟ انا جوزي استاذ في الرومانسيه، بس ما تقولش لحد افكارك لحسن تتحسد يا حبيبي. الكل ضحكوا عليه ومنذر قال بتمثيل الصدمه حتى انت يا سهام يا خساره القصب اللي شربتهولك. وليد ضحك وقال هي كمان شربت قصب؟ منذر بص لسهام بمعاكسه وقال امال مش شايفها سكر ازاي؟ هناء قطعتهم وقالت بلا لا والله يا جماعه بجد انا قلقان. هو صحيح شاهر قال هيسوق على مهله علشان غزال تعبانه، بس ابني وانا عارفاه ما عندوش خلق والمفروض كان زمانه وصل. راشد قال خلاص انا هطلبه، على الله ما يكونش بيشرب القصب احسن يشرب ولا حاجه. الكل ضحك ما عدا منذر اللي كان بيبص لهم بغيظ. راشد رن لشاهر اكتر من مره بس مفيش فايده، محدش بيرد. راشد قال باستغراب وقلق غريبه ما بيردش ليه؟ يا ترى ايه اللي ممكن يكون اخرهم؟ منى قالت يا جماعه ما تقلقوش، مش يمكن حابين بجد يتمشوا وما سمعوش التليفون؟ ما تقلقوش شويه وهيكونوا هنا. هناء قالت لا انا قلقانه، اتصرفوا اطلعوا دوروا عليهم ولا كلموا غزال. راشد قال اه صح معاكي حق غزال، بس انا مش معايا رقمها. وليد قال بسرعه واندفاع انا معايا رقمها. حور اتضايقت جدا وقالت عن اذنكم هطلع رايح تعبت ولما يرجعوا طمنوني. وطلعت على الاوضه بضيق، وطبعا محدش اخد باله انها اتضايقت، واخدوا رقم غزال وطلبوها بس نفس الحكايه مش بترد. الكل كان مشغول عليهم، اما منذر كان قاعد سرحان من ناحيه قلقان على شاهر ومراته
ومن ناحية مستغرب تصرفات وليد ولهفته لما بيكون في أي حاجة بتخص غزال، وافتكر لما شاهر ضربه علشانها. كان بيخلق لنفسه أعذار إن شاهر كان متضايق وقتها، لكن كان إحساسه كل مدى بيخلي الشك جواه يتحول ليقين. عند غزال والشاهر كانوا بيجروا في الوادي الغريب لحد ما وصلوا لمنطقة واسعة خضرة وأشجارها كبيرة جدا. شاهر بص للمكان بذهول واتجمد مكانه. غزال قال باستغراب: مالك وقفت ليه؟ يلا خلينا نكمل هيلاقونا. شاهر بلع ريقه بارتباك وقال: مش هينفع نكمل من هنا، خلينا نمشي في اتجاه تاني. غزال قال باستغراب: اتجاه تاني ايه؟ مش شايف كل المكان شجر وزفت؟ يلا خلينا مكملين علشان ما نتوهش، يلا. وجريت شوية بس وقفت لما بصت وراها ولقت شاهر لسه واقف مكانه. بصت له باستغراب ورجعت وقفت قدامه وقالت: مالك يا شاهر؟ في ايه الطريق ده؟ ليه مش عايز تروح هناك؟ وشاهر كان باصص قدامه بشرود وعيونه تايهة وملامحه مطفية وواقف مكانه زي التمثال. لسه هيكلمها سمعوا صوت ضرب النار قريب منهم. غزال شدته من ايده وجريوا لقدام وشاهر كمل معاها لانه خايف عليها من ضرب النار. واخر ما خلصوا الطريق لقوا البحر قدامهم وعلى زاوية بيت قديم ومحروق. غزال بصت للبيت واتنهدت بارتياح وقالت: الحمد لله، يلا نستخبى هنا. ولسه هتجري وهي ماسكة ايده بس شاهر ما اتحركش معاها وقال بجمود: مستحيل، انا مش هدخل البيت ده. وفي القصر كان الكل مرعوب على غزال وشاهر ومستغربين هيكونوا فين. وليد ومنذر طلعوا بالعربية ورجعوا بنفس الطريق اللي جوهم منه يدوروا عليهم. وعلى الطريق كان وليد مرتبك جدا وخايف. منذر بصله بشك وقال: هنلاقيهم ان شاء الله، شايفك قلقان قوي. وليد ارتبك وقال: ها؟ لا لا ابدا، انا بس يعني بقول يمكن يكونوا في خطر ولا حاجة. منذر قال: انا كمان قلقان عليهم، بس يعني اللي مطمني اني عارف شاهر كويس، مش اي حد يسد معاه ويعرف يحمي نفسه ويحمي مراته، ريح نفسك. وليد هز راسه وسكت اما حس ان منذر شاكك فيه. عند غزال قالت بغضب: انت ايه حكايتك بالظبط؟ في ايه؟ ربنا بعت لنا مكان نستخبى فيه، مش عايز تدخل ليه؟ مالك؟ شاهر قال بتوتر: روحي انتي، انا هعرف احمي نفسي كويس، يلا ادخلي انتي واستخبي، انا مستحيل ادخل البيت ده. غزال قالت باستغراب: ليه يعني؟ طب مش تفهمني يا شاهر؟ شغل عقلك، الناس دول قاصدين يقتلونا واحنا الرصاص اللي معانا خلص، يلا بقى ارجوك. شاهر اتنهد وقال: طب بصي، ادخلي انتي وانا هروح ناحية البحر واكيد هعرف استخبى، ما تقلقيش. غزال استغربت قوي كلامه واصراره وتوتره الغريب. بصت للبيت بشك وكان البيت محروق من بره وكله باللون الاسود. غزال اتسعت عينيها بذهول لما فكرت ان ممكن يكون ده البيت اللي شاهر حرق اختها فيه. بصت له وعينيها اسودت من الغضب وقالت: مش عايز تدخل ليه؟ شاهر اول ما بص لملامحها فهم انها شكت، اتنهد وقال بجمود: ايوه هو. غزال بعدت عنه بذهول وبصت للبيت بدموع وقالت بغضب: خليك عندك، انا هدخل ويا رب يجوا يقتلوني واموت في نفس البيت. شاهر لسه يمنعها سمعوا صوت الرصاص والرجاله اللي بيدوروا عليهم. شاهر من غير ما يفكر في حاجه شد غزال ودخل بيها البيت وهو كان كل اللي باله يحميها باي شكل. وفي القصر هناء كانت بتعيط جامد وبيحاولوا يهدوها ومنى قالت: يا حبيبتي اهدي، وليد ومنذر راحوا يدوروا ولو في حاجه لا قدر الله كان زمانهم اتصلوا. نور طلعت من اوضتها وبصت من سور السلم واول ما لقت هناء بتعيط اتوقعت ان اكيد الشخص اللي بتكلمه قتل شاهر. اصطنعت القلق وقالت: خير يا جماعه، سامع عياطكم من اوضتي. منى قالت بدموع: شاهر لسه مرجعش البيت وتليفونه مش بيرد وحتى غزال مش بترد. نور اتسعت عينيها وقالت بارتباك: ليه؟ هي غزال معاه؟ هناء قالت بعياط: ايوه، هما الاتنين رجعوا سوا. نور اول ما سمعت كده دخلت اوضتها بارتباك واتصلت بسرعه بالشخص اللي بيتكلمه وقالت: الو، انت ايه اللي بتهببه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده، غزال ملهاش ذنب. المجهول قال بسخريه: هقدرها انها ركبت معاه، هعمل لها ايه؟ نور قالت بغضب: انا كلامي واضح، غزال ملهاش دعوه، احنا متفقين ما نأذيش حد ملوش ذنب. المجهول قال بضيق: بقول لك ايه، انا اصلا بعت الرجاله وزمانهم خلصوا او هيخلصوا، واصلا ما ينفعش اكلمهم وارجع في اتفاقي، يعني قدرها كده، وبعدين هي كمان لازم تتعاقب. نور قالت بغضب: اسمع، لو غزال حصل لها حاجه انا هخربها وانت اول واحده تشربها، وده اللي عندي. وقفلت الخط من غير ما تسمعه وهي متوتره جدا.
عندي شاهر كان هو وغزال في البيت والمكان كان ضلمة. فتح الكشاف ودخلوا، وغزال بقت تبص للمكان بدموع. كان محروق ومتدمر. قالت بدموع: انت ازاي جبتها هنا؟ وازاي جالك قلب تحرقها كده؟ ازاي؟ شاهر ما كانش قادر يتكلم ومردش. غزال قالت بغضب وزعيق: انا بكلمك، ازاي جالك قلب تعمل كده؟ شاهر سمع خطوات قريبة وغزال كانت بتزعق. حط ايده على بقها وقفل الكشاف وشدها ورا الباب بسرعة وتوتر. وغزال كانت بتبصله بغضب ودموع. ودخلوا الرجالة ومعاهم السلاح. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. يا ترى ايه اللي هيحصل لشاهر وغزال؟ حبايب قلبي اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية. ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ووصلوا الفيديو ده 10,000 لايك. وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم. واستنوا الحلقة الجاية قوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جنى وزينة. بحبكم قوي. سلام.